يلا بينا النهاردة نعمل حلقة حلقة الإنجاز، هنسميها حلقة الإنجاز. وهي حلقة هنعمل الفول بالطماطم. يا رب إن شاء الله يكون فيديوهاتي بتعجبكم ونكون عند حسن ظنكم. يلا نبدأ الحلقة ونشوف عملنا الفول بالطماطم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم كل المتابعين اللي بيتابعونا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة هنعمل الفول بالطماطم، الأكلة الشعبية المصرية. دي بتتعمل بقى أكلة كده، بتبقى يعني ما نكونش عايزين ناكل فراخ ولحمة، يعني عايزين نقضيها كده أي يوم بنعملها. هنشوف بقى المكونات النهاردة معانا ايه. دول 4 طماطم كده كبار، ضربتهم في الكبة، بس ايه يعني ايه على تقيل كده يعني، ما ضربتهمش قوي. معايا فصين توم، معايا بصل مكعبات، وفلفل رومي مكعبات. وده فول يعني ب10 جنيه فول كده. وطبعا حتة ليا صغيرة عشان ما بحبش، بس هي بتدي طعم يعني. بس هي دي المكونات معانا. يلا نشوفها بقى ونحطها على النار ونشوف هيتعمل ازاي. اضمن لكم احلى طبق فول بالطماطم هتدوقوه في حياتكم. يلا نشوف الخطوات واحده واحده. اهو اول حاجه حطينا بقى الحله على النار اللي هنعمل فيها. ننزل بقى بايه بالزيت. يسخن كده، ننزل بالليه، نسيحهم مع بعض كده. الليه والزيت ساحوا كده مع بعض شويه. بننزل بقى بالبصل، القطع اللي احنا مقطعينه. بسم الله. نحمر البصل كده لغايه لما ياخد اللون الذهبي. اهو البصل كده ايه بدأ ياخد اللون الذهبي، واحنا مش عايزينه يتحمر قوي. ننزل بقى بالفلفل بالثوم الاول عشان ياخد ايه، يدينا ريحة كده. اول ما نلاقي ريحة الثوم كده شميتيها، ننزل بقى بالايه، بالفلفل. نشوح كده تشويحتين. اخر حاجة بقى الفلفل اللي بيحبه سبايسي، يعني انا حاطه نص فلفلايه كده سبايسي مع الرومي. اللي مش بيحبه نستغنى عن السبايسي، بس بيدي طعم برضو الفول.
نحط بقى الطماطم. في ناس بيقطعوا الطماطم قطع، بس انا بحبها كده، بتدي لون احلى و... وسمك كده حلو للفول برضه. نبتدي بقى نحط التوابل ونسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض. نحط الفلفل، كمون، والملح، ونقلب بقى كل ده مع بعض. بس كده، ونغطي بقى لغايه لما يتسبكوا مع بعض شويه كده، وبعد كده ننزل بالفول الخطوه الاخيره. اهو التسبيكه كده اتسبكت بتاعه الفول، ننزل بقى بالفول عشان يتسبكوا بقى ايه اكتر مع بعض. اخر مرحله. بس كده نقلب بقى كل ده مع بعض. نغطي بقى عليهم ونسيبهم ايه يسبكوا شويه مع بعض. بس كده. هديكوا الصوره الاخيره برضو، هنشوفها في اخر الفيديو. بس ما تطولوش عشان الفول ما يتهريش، يعني هو شويه كده دقيقتين كده وهنقفل. بكده تكون حلقتنا خلصت النهارده. الفول بالقوطه دي النتيجه النهائيه اهو. يا رب يكون الحلقه عجبتكم، هستناكم في حلقه جديده، والى اللقاء.